اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايب قلبي في مطبخ لوجي ومامتها. متنسوش بقى يا حلوين لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ لوجي ومامتها. بقول لكم باي باي. عايزة أقول لكم بقى النهاردة معانا روتين جامد في الأوضة دي وفي المطبخ. أنا السرير ده بقى أقول لكم صلوا على النبي. السرير ده كان ظهر السرير ده الشباك دوت شباك السرير لشباك الأوضة. يا ظهر السرير ده كان في شباك الأوضة كده. فما كانش السرير مظبوط معايا خالص، وأي حركة تلاقي السرير بيتهز، فكان هيبوظ مني، السرير اتكسر. فضيرته تاني كده، بصوا لفيته، خليت ظهره للحيطة كده عشان يبقى ايه، مسنود للحيطة معايا. فالأوضة بقى اتكركبت بقى، واللي فوق تحت واللي تحت فوق. فيوسف بقى مشكورا يعني ربنا يديه الصحة كده، هو وباباه فكوا السرير بقى ايه ولفوه. وانا بقى اشوف شغلي في الباقي بقى. فقلت اما انضف الأوضة معاكم كده بقى وارتبها تاني، نمسحها بقى نسيق. معانا شوية شغل في المطبخ كده، قلت افرش بقى اغير الملاية بالمرة. غيرت الملاية معاكم كده. هو السرير محطوط كده يا دوب حتة، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. اعدي كده اعدل السرير، بس اعدل الملاية بس، هو كده عاطي وسع جميل للأوضة. هوريهولكم احسن من الاول يعني. انا كنت لفاه للحيطة للشباك، عشان الشباك بيجيب هوا في شهر طوبي جامد بصراحة. والشباك تحت السرير، الشباك تحت السرير. السرير تحت الشباك. والله العظيم الواحد، بصوا عايزه اقول لكم، بصوا شكلي كان مرهق اصلا، لاني كنت تعبانه ومش قادره اعمل حاجه اصلا. فابدا كده اغير معاكم، تنشطوا بقى يا حلوين، حتى لو تعبانين زي كده. نشطوا وقوموا كده ايه، روقوا اللي وراكم. فهغير كده معاكم الملايات. الخداديات بتاعتي بصوا، ملبساها خداديات بيضة قماش كده عادي، بتحفظ لك الخدادية من اي ايه، عرق، من اي زيوت في الشعر مكان المخدات كده يعني. تفضل معاكي الخدادية نظيفة الأصلية. واللي هي البيضة دي بخلعها اغسلها عادي واركبها تاني. السرير بقى ايه، نظبط الملاية كده، بحب الملاية مظبوطة، يبقى شكلها حلو على السرير وهي مفرودة. يلا بقى انصدموا بقى من الأرض ومن اللي عليه. المكان مش شاشة المخدات اللي انا شلتها والملاية والحاجة. بصوا قلبولي الدنيا والله في الأوضة. ده السجاد اللي كان مفروش بقى على النظام القديم في الأوضة يعني، هشيله اغسله وهفرش سجادة تانية خالص على قد ايه مقاس الأوضة. بصوا قلبولي الدنيا، ما سابوش حاجة في حالها. وكل حاجة بصوا في الأرض زي ما انتوا شايفين ازاي، يرضيكوا كده. بس هنضفها برضو واخليها زي الفل. اي هدوم بقى كانت على السرير كده يعني، دي الميزانة بتاعتي، كنت مخبيها ورا السرير، كان في حتة فاضية كده، شالوها رموها لي. احتاروا الدنيا. واكياس بقى، اكياس دي مش عارفة جاية منين. ده الكلين ده بفرشه في الأرض كده في العتبة، النظام القديم يعني. الأوضة كنت حاطة بس المشايات دي والكلين ده وخلاص. بس هطلع بقى ايه السجادة التانية، كبيرة على قد ايه الحتة دي كده، على قد المكان ده. والسجاجيد دي بقى اغسلها، اللي هي المشايات الرفيعة دي، هغسلها واشيلها بقى لحين تعديل في الأوضة. جبت الشبشب بس كده البسه، لأن الأرض ساقعة بصراحة، أنا كنت شغالة وسهيانة. همسح بقى المراية بتاعتي كده، هي نضيفة، خلي بالكم أنا على طول ايديا في العفش يعني، على طول بمسحه وامسح المرايات وكده. مش لازم يعني كل ما اعمل حاجة اصورها روتين، لا الواحد على طول يعني منسيبش حاجة يعني ايه مش نضيفة. على طول التراب ده كل يوم بيتمسح، او كل يومين يعني، فاهمة. الواحد مش بيغيب، لان احنا عندنا التراب ياما. احنا دور اول علوي، متفهموش التراب بيجي منين. ويلا بينا بقى. انا كنت كنست الارض، وجبت بقى المساح الجردل والشرشوبة، احط شوية كلوروكس كده عشان يطهروا الارض ويلمعوها معانا كده، وبيدي ريحة حلوة. لان البلاط بتاعي دوت من غير، لو مسحته من غير اي حاجة على المية
يعني من غير كلوروكس او من غير حاجه خالص كده، كلور، دوني، اي حاجه، او ديتول. البلاط بتاعي ده بتحسي ان فيه ريحه زفاره كده بتطلع منه، مش عارفه من ايه، مع ان الشرشوبه بتبقى نظيفه وناشفه والله، بس في بلاط كده تلاقيه بيطلع ريحه زفاره لما تمسحيه، فلازم اضيف حاجه على الميه اللي همسح بيها. كده نضفتها اهي بقى، ايه بصوا بسيقها، هي ما خدتش وقت معايا والله، وكانت الاوضه زي الفل. بس بقى تتصدموا من المطبخ لما اروح المطبخ دلوقتي سوا. كنت بمسح هنا جنب الدولاب كده، السراحه بتاعتي دي من الصعب ان انا احركها من مكانها. ليه بقى؟ لان المرايه بتاعتها مش ملزوقه فيها او كده تزقيها بحالها، المرايه ديت مدقوق لها مسمار ومتعلقه فيه، فمحكومه مع القاعده بتاعتها بتاعت السراحه دي، لو زقتها المرايه ممكن تقع مني تنكسر، فمش بعرف احركها شمال ولا يمين، فبضطر امسح جنبها كده على قد ما بقدر يعني، وبيبقى نضيف برضو جنبها، مش وحش يعني. هنا كنت بمسح ورا الباب بس الكاميرا ما كانتش جايباه. كده خلاص بقى، هجيب بقى السجاده بتاعتي اللي كنت شايلها، انا كنت غسلاها وشايلها، كانت نضيفه يعني زي الفل، فرشها بقى على قد المكان ده، واشيل بقى الكوميدينو واحطها تحتيه. كنت مشغله المروحه بقى على في الاوضه عشان الارض تنشف كده وتتهوى. انا كنت طول النهار اصلا فاتحه شباك الاوضه، احنا كده كنا بالليل على فكره يعني بعد المغرب، بعد ما اتغدينا بقى وكده. كده خلاص حطيت الكوميدينو اهي ونضفتها بقت زي الفل الاوضه. يلا بينا بقى على المطبخ، بصوا المطبخ، احنا اتغدينا وقمت عملت الاوضه على طول، منضفتش المطبخ. انا مش بحب المطبخ متكركب اصلا، يعني مجرد ان احنا بنتغدى على طول بقوم اعمله، بس انا عشان هصور ما عملتهوش على طول يعني بعد الاكل، قلت اعمل الاوضه بقى واصوره بعد روتين الاوضه. هنا كده معايا كيس ملح دي، كنت مستعجله فتحت خدت شويه كده انا بعمل الغدا، فضوا بقى اللي ملوش لازمه كده في الباسكت. كنت مفضيه المواعين، ده طبق فيه شويه رز أهو. لا ده سوداني السوداني في الكيسه بتاعي، كنت جايباه ونسيته، نسيت اكله بعد كده بقى هناخده شوف بقى الرخامات دي عليها ايه كده، الحاجات النضيفة بحطها مكانها، الحلة حطيتها مكانها، والبرامة اللي على الرخامة دي انا بحط بحب اعمل لبن رايب كده، بيعمل قشطة كده بنفطروا بيها، واللبن الرايب برضو العيال بتحبه كده بالسكر زي الزبادي بالظبط، بيبقى طعمه جميل، ويوسف بيحبه والاولاد بيحبوه عندي. هبدأ بقى امسح كل حاجة مكانها. ده طبق فيه حتة جبنة من اللي انا كنت عاملاها، ودي حتة فطيرة في كيس كنت عاملة امبارح بالليل فطير. افضي بقى ايه المطبقية بتاعتي كده عشان لما اغسل المواعين بقى التانية الاقي مكان اصفي فيه. انا بحب اصفي على الصفاية دي، مش بحب احط المواعين على طول في في التقفيلة كده على طول، لا عشان ما تصفيش مية في التقفيلة وتبوظ مني، بحب اصفيها هنا كده على الرخامة الصفاية دي كده وبعدين اشيلها. هبدأ بس امسح الرخامة معايا مسحة كده. ده اكل الطيور هشيله عشان اوديه التلاجة، انا بشيل اكل الطيور بحطه في التلاجة، ولما بروح لطيوري باخده معايا. زي ما انتوا عارفين ان الطيور بتاعتي مش معايا في المكان اللي انا فيه، في بلد تانية خالص. وديت البرامة دي بقى حاطه فيها شويه لبن يروبو زي ما قلت لكم، البلاستيكه اللي عليها فيها خيار وفول اخضر، عشان الخيار بيدبل مني في التلاجة بحب احطه كده، وبعدين العيال بتنساه في التلاجة بيبقى ساقع ما بيرضوش ياكلوه، انما كده بيبقى رخامه، اصلا الجو برد درجه حرارته يعني ايه ما تخليش الحاجه تبوظ معاكي، انما لو في الصيف مش بحط على الرخامه. فضيت بقى ايه مليت الازازه صابون كده، هبدأ بقى امسح الرخامة كده. مطبخنا عايز روتين جامد اصلا، هنبدأه مع بعض بقى، هنغسل الحيطة دي معاكم. عايزة اغسل الحيطة بتاعة المطبخ دي، سهلة جدا مبتاخدش وقت اصلا معايا، لان هوريكم انا بغسلها ازاي وبحط ايه، يعني بعمل ايه، برش ايه على الحيطة وبعدين امسحها، مبتاخدش وقت معايا اصلا.
انا عندي البوتاجاز بتاعي فوقيه مفيش شفاط، الشفاط في الجنب بعيد عنه خالص، فالواحد لازم على طول ايديه في المطبخ تنظيف كل حاجة، حتى الغسالة كل حاجة لازم ايديكي فيها، لان يعني ما بيطلع الزيت يروح عند الشفاط بيكون ايه، بهدل الدنيا. عايزة اجيب والله شفاط اللي هو فوق البوتاجاز على طول ده، ان شاء الله هجيبه، لاني عندي المطبخ كله سيراميك، السقف والجدران وكله بيبهدل لي الدنيا والله الزيت ده والحاجات دي، خلي الواحد مهدود حلو في المطبخ. اغسل بقى الرخامة دي كده. عايزة اقول لكم الواحد كان كسلان وكان عندي صداع، كنت مصدعة جدا بجد والله. بعدين شربت كوباية شاي كده بعد الغدا، قلت بقى ايه نتوكل على الله كده ونبدأ، فالواحد سهي شوية يعني لما اشتغلوا كده. كده غسلت الرخامة وشطفتها اهي، شغلي كله بقى اكترية شغلي على الرخامة دي، انما الرخامة التانية نضيفة مسحتها بس. هنغسل بقى المواعين مع بعض، وهفضي الحلل مكان اكل الغدا عشان نغسلها، ونغسل البوتاجاز كمان. ده الكاتل بتاعي كده بحب اغسله، بغسله وبركنه يتصفى ساعتين كده ولا 3 ساعات، وشغله تاني عادي، عشان زي ما قلت لكم الزيت في المطبخ بيروح لكل حاجة، مكان البخار بتاع الاكل والدهون وكده بتطير بقى في الجو كده في المطبخ تنتشر، فبتلاقيها على كل حاجة في المطبخ، فبحب اغسله على طول كده عشان يبقى ايه شكله نضيف، محبش عليه دهون. وبحطه على جنبي يصفى. انا بغسل الشفشق ده بس بتاع الكتل، مش بغسل القاعدة بتاعة الكتل نفسها، بمسح القاعدة بس، لان الشفشق ده عادي بيتصفى، انما القاعدة دي بخاف بصراحة عشان فيها دايرة الكهرباء نفسها. وهبدأ بقى اغسل الازايز، غسلتها كده، وغسلت الاطباق. الحتة دي انا كنت صورتها بس الكاميرا كانت المساحة مفيش مساحة، ما اتصورتش، اتفاجئت بيها اتفاجئت اي حاجة، المهم لقيتها ما بتصورش، كنت انا غسلت شوية الاطباق دي، وغسلت الكوبايات. طبعا انا مسرعة الكاميرا عشان كده بشطف بسرعة، عشان ما تقولوش دي بتشطف بسرعة معفنة ولا ايه، لا والله الكاميرا انا مسرعة المدة نص المدة بتاعة التصوير، لان الفيديو كان طويل خالص عشان ما حدش يمل. دي بقى تعالى اقول لكم كنا طابخين إيه النهارده. كان عندنا سبانخ اللي ما بيحبهاش، انا بعملها جميله جدا والله، كانت لذيذه قوي. انا بحب افضي الحلل بقى كده، مكان الغدا فاضل شويه اكل صغيرين، فضيهم في حله صغيره، واغسل الحله اللي طبخت فيها، عشان ما بحبش المواعين ياما في المطبخ ولا ايه، تلاقي الحله ماليه البوتاجاز كده والتلاجة والكلام ده. فضيت شويه الرز اللي فاضلين، وفضيت شويه السبانخ، وغسلت الحله مكانها. يلا بينا بقى على البوتاجاز. عايزه اقول لكم البوتاجاز بتاعي ده أنا ممكن اغسله مرتين في اليوم وحياة ربنا، محبش عليه اي دهون ولا اي زيت، يعني ممكن اغسله الصبح، يعني نعمله فطار ولا حاجه فيه مقليات بتنجان بطاطس حاجات من دي، فالزيت بيعمل تش كده على البوتاجاز بيعمل ذروات، فانا احبه على طول ايه نضيف كده، وممكن اغسله مرتين في اليوم عادي يعني، في ثواني كده بياخدش وقت معاكي، احسن ما يخلي الدهون تتراكم عندك كده على البوتاجاز وكده. ما تنسوش اللايك يا حلوين، انا زهقت معاكم، فما تنسوش اللايك لام يوسف. ادي البوتاجاز غسلناه، تشجعي بقى يا قمر كده، وقومي بقى كده ايه شوفي بوتاجازك وشوفي مطبخك، شوفي شقتك تنشطي كده، ان شاء الله تعملي كل اللي وراكي، تقعدي مرتاح كده. انا خلاص كنت خلصت بقى، هرص بقى المواعين اللي اتصفت معايا خلاص، انا بحطها كده تتصفى بعد ما تتغسل، وارصها مكانها، وارص الاطباق معايا، وهرص كل حاجه. والازايز برضه هشطفها واملاها كده، انا كنت غسلتها كده وركنتها. هملاها كلها كده معاكم، والمطبخ بقى زي الفل قدامك اهو،
غسلت الحلة مكان الغدا وكل حاجة. مطبخي بقى زي الفل اهو نضيف. ما تنسوناش بقى يا حبايب قلبي، لايك وشير بقى وسبسكرايب لمطبخ لوجي ومامتها. كده انا خلاص خلصت. مع السلامة حبايب قلبي، بحبكم في الله. باي باي.